هنا ردت رد صدمني. قالت لي: هو مش المفروض إنك تهون عليا، تطمني، تديني ثقة وتفاؤل، ولا المفروض تسيبني غرقانة بين خوفي من الامتحان وبين زعلي من إهمالك؟ صاحب الحكاية بيقول: خطيبتي قررت تفركش وتفسخ الخطوبة قبل كتب الكتاب بشهر واحد بس. السبب كان مشكلة تافهة جدا، لكن القرار نزل عليا زي الصعقة. أهلي طبعا الموضوع قلب معاهم بغضب، وصحابي بدل ما يهدوني سخنوني زيادة. قالولي: إزاي تعمل فيك كده؟ دي أهانة رجولتك، لازم تكسر قلبها وترتبط بغيرها فورا عشان تحسسها إن فراقها ده ولا يفرق معاك، وإن هي اللي خسرت مش أنت. وفعلا شيطاني لعب بعقلي، وفعلا وخلال أسبوع واحد بس كنت رحت خطبت بنت تانية اسمها سميرة. الأسبوع الأول، في أول أسبوع خطوبة، سميرة وأهلها عزموني على العشاء عندهم، بس أنا يومها قعدت مع الشلة ونسيت الميعاد تماما. تليفوني كان بيرن وما بصيتش فيه أصلا، وما خدتش بالي لما روحت البيت وش الصبح. تاني يوم بكلمها، ردت وهي متضايقة جدا وقالت لي: انت ازاي تنسى ميعاد مهم زي ده، وازاي طول اليوم ما بصيتش في تليفونك ولا حتى كلفت نفسك تكلمني وتعتذر؟ رديت عليها ببرود كعادتي وقتها، وقلت لها: كنت مشغول يا ستي، انتي ليه بتعملي مشكلة من اللا شيء؟ انت بجد مش شايف ان دي مشكلة؟ لأ، مسيت عادي وما خدتش بالي. كان الأصول تتصل بأهلي وتعتذر، بلاش تستخف بالمواقف اللي زي دي. فكرت في كلامها شوية، حسيت إن عندها حق، ورحت زرتهم بالليل والموضوع عدى على خير. الأسبوع التاني، سميرة كان عندها امتحان مادة صعبة وتقيلة. قلت لنفسي سيبها تذاكر وما تشغلهاش، وقعدت يومين ما كلمهاش بحجة إني خايف أعطلها. بعد الامتحان كلمتها: عملتي إيه في الامتحان؟ كويس. مالك؟ صوتك متغير ليه؟ انت ليه ما كلمتنيش بقالك يومين؟ انا قلت ان مزاجك مش رايق عشان قلقانة من الامتحان فما سألتش. هنا ردت رد صدمني. قالت لي: هو مش المفروض انك تهون عليا، تطمني، تديني ثقة وتفاؤل، ولا المفروض تسيبني غرقانة بين خوفي من الامتحان وبين زعلي من إهمالك ليا؟ أنا ما كانش قصدي إهمال والله، أنا سبتك تروقي بس. أنا كنت محتاجة كلمة تطمني، أحس إنك جنبي وقت زنقتي. عندك حق. غيرت الموضوع وبدأت تتكلم وتهزر،